السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البودكاست ديالنا راحة البال. اختاريت نهضر على واحد الموضوع حساس شوية، ولكن مهم أننا نوعاو به، حيت في بعض الحالات كيأثر علينا سلبا وكيسرق منا راحة البال. اليوم غادي نهضروا على إرضاء الآخرين، علاش كنعيشو حياتنا باش نرضيو الناس، وكيفاش كيأثر علينا هادشي، كيفاش نخرجوا من هاد الدوامة بلا ما نكونوا أنانيين. خليكم معايا للآخر حيت غادي نبدلو بزاف ديال الحوايج في طريقة التفكير ديالنا. بغيت نسولكم واحد السؤال اللي هو مهم، واش كدير الخير حيت باغي ديرو ولا حيت خايف من الرفض، ولا خايف إلا ما درتيش واحد الحاجة مزيانة غيقولوا عليك خايب. حيت كاين فرق كبير بزاف بين العطاء وبين أنك كتستنزف غير باش تبقى مقبول. إرضاء الآخرين ماشي غير أنك تكون مزيان، وإنما هو نمط عيش كيكون مبني، نقدر نقول على الخوف. الخوف أن الآخرين ما يبغيوكش، الخوف من الرفض، الخوف يتقال عليك تبدلتي مبقيتيش كي كنتي. الشخص اللي كيرضي الناس بزاف غالبا كيبقى ديك واحد الغضب لداخل مكتوم، مزير. كتحس بالذنب إلا مثلا فضلتي راسك على واحد آخر. خاص ديما يكون الآخر هو اللي فرحان، هو اللي على خاطرو كي كنقولو، وانت خصك تبقى بلا خاطر ماشي مشكل. كتخاف تقول لا، وكتبقى تبرر بزاف وتشرح للآخر علاش أنك ما تقدرش دير واحد الحاجة، مع العلم أنها أنت أصلا ما غادي تضرك ولا ما مرتاحش ولا كتقدر تجي على راسك غير باش أنك ترضي الآخر. وهي بلا ما نحسو حنا كنكونو بطريقة غير مباشرة تربينا على هاد الشي. آآ يعني إلا درتي هاد الحاجة غادي تكون محبوب أكتر، ما خصكش تقلق الآخر، خليه يكون فرحان. حشومة، ديك الحشومة بزاف. وهنايا كنبقاو نتعلمو أن الحب خاصو يكون مشروط، يعني خصني ندير واحد شي حوايج باش أنني نكون محبوب، واخا تكون كتجي على نفسي وكتجي على راحتي. هي بالعكس مزيان الواحد أنه يكون مزيان مع الناس وأنه يدير الخير غير هو. أنا كنقول أن الواحد يفكر في راسو حتى هو، يعني هاد الحاجة اللي غادي ندير واش كتأثر عليا أنا سلبًا، واش ممكن نديرها بعدا ولا ما ممكنش. أنا هنا فين كنهضر، أنا ماشي كنقول أن الواحد خصو يكون خايب وكنخافو بزاف يتقال علينا قاصحين، أنانيين، ما بقيناش كيفاش في الأول، تبدلنا. وهاد الشي أغلبيتنا أنا متأكدة بعض الأحيان باش ما نعممش أنهم اختبروا هاد الأحاسيس هادي. آمم، إلا ما كنتيش مقتنع بقيمتك من الداخل، آآ، اسمحلي نقول بلي غادي تقلّب عليها على برا من عند الآخر. يعني الواحد خصو يكون واثق في نفسه، ويعطي القيمة لراسو، حيت إرضاء الآخرين عنده تمن كبير نقدر نختصرو في جملة واحدة، أنك كتولي تعيش حياة الناس ماشي حياتك انت. كتولي ما عارفش راسك شنو باغي انت، وخص كتشوف راسك من خلال الآخرين. وخليني نقول لك واحد الحاجة، واحد الحقيقة. أن عمرك ما غادي ترضي الناس كاملين. واخا ما عرفت شنو دير، غتكون انت هو الشرير في رواية أحدهم. بغض النظر شكون هو هاد أحدهم. آه، ولكن راه ما عمرك ما ترضي كاع الناس، عمرك ما ترضي كاع الناس. آه، غادي تقال فيك خايبة واحد النهار في شي قصة عند شي واحد في شي حاجة واخا حتى هي ما دير. غادي تزقلها شي نهار، غادي تزقلها بشي حاجة، أولا غادي
نهار غادي تعيا، غادي تبدا تهز 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 بزاف، وغادي نهار غادي تقول لا صافي حبس هنا، ما بقيتش باغي، ما بغيتش ندير هاد الحاجة، غتسمى خايب وغتسمى تبدلتي. وهنا ما خاصش يكون عندك هاد الخوف من أنك من هاد الكلمة هادي on va dire ديال تبدلتي ولا ما بقيتيش كي كنتي ولا أنا شي حاجة أنا ما مسلكانيش فقط و وندوزو مع الطريق. يعني الواحد يتعلم يقول لا بدون شرح طويل بالضرورة. اسمح ليا ما نقدرش دابا وفقط، بلا ما نشرح، ما كاينش علاش تقول لا علاش ما قدرتش علاش وعلاش، لأ صافي ما قدرتش، اسمح ليا مرة أخرى. آمم، حاجة واحدة أخرى إلا مثلًا حسيتي أنك ما مرتاحش بواحد الضغط بلي مزير، يعني شي حاجة ماشي هي هاذيك، يعني هاد الحاجة واخا بغيت نديرها لواحد الفلان، منين نتايا لداخل ما مرتاحش ما غاديش نديرها، حيت أنا ما لاقيش راحتي في واحد الحاجة، فقط ما مسلكانيش، عندي التزامات أخرى. قدر شي واحد يقول ليا بلي هادشي أنانية ولا تقدر تولي أنانية بهاد الطريقة هادي، وأنا في رأيي الشخصي كنشوف أن هادي ماشي أنانية، لأن الأنانية أنك تأذي الناس باش تربح مورا شي حاجة، أما أنك تختار راسك وأنك تكون بخير، بالعكس تشوف هذا نضج وثقة في النفس وكتعطي قيمة لراسك. يعني بعض المرات الناس كيتعودوا عليك دائما متوفر، دائما كتوافق، كتقول دائما كتضحي ديما نتايا اللي هاد فلان ما يقولش لا، هاد فلان غير عطيه غير دير لي تنقول في جميع المجالات وجميع العلاقات، لا شخصية ولا عملية ولا آآ في الحياة خصنا نفرضوا الاحترام ديالنا، آآ حتى تفرض الاحترام من أجل احترام الذات ديالك أصلًا، وهنا كتعرف القيمة ديالك عند الآخرين وشكون اللي باغيك وشكون باغي منك غير الدور ديالك. بغيتكم تعرفوا واحد الحاجة، آمم أنكم ما جيتوش لهاد الدنيا هادي باش ترضيو الجميع، آآ الناس اللي كيحبوك بصح غادي يحترموك ويحترموا الحدود ديالك، وغادي يبقاو حتى وإلا قلتي لا بعض المرات، وغيراعيو الظروف ديالك وغيلقاو ليك الأعذار. وباش نختم، ما تخافوش تفقدوا شي واحد، مي خافوا تفقدوا راسكم وعطيو القيمة لراسكم والاحترام لراسكم، لأن إلا ما عطيتوهاش لراسكم ما غاديش يعطيها لكم الآخر. إلا وصلتوا معايا لنهاية الحلقة كنشكركم، وإلا عجبتكم ديروا لايك وشاركوها مع شي واحد اللي محتاج يسمع هاد الهضرة، وما تنسوش الاشتراك في القناة، ونشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. خليتكم على خير.